الكيتوجينيك دايت. وما ادراكم الكيتوجينيك دايت. تجربتي معاه، خسيت قد ايه وفي وقت قد ايه، تخنت ولا لا، ايه المميزات بتاعته وايه العيوب وايه اثر على نفسيتي ولا لا، اثر على نظام اكلي بعد كده ولا لا، خسيت فيه قد ايه. الناس اللي مش عارفه يعني ايه كيتوجينيك دايت، باختصار شديد الكيتوجينيك دايت هو عباره عن نظام اللي بيحصل بيبقى الوجبه بتاعتنا عباره عن من 70 الى 75% فاتس او دهون، وحوالي 25% بروتين اللي هو اللي هي مثلا الفراخ والسمك واللحمه والبيض والحاجات دي، وحوالي 5% كارب. الكارب ده هم بيقولوا ان المفروض ناخده من الخضار والحاجات دي. طيب النظام ده معتمد على ايه؟ ان اكتر اكلنا عباره عن دهون. تجربتي انا الشخصيه معاه تقريبا كان في شهر رمضان او قبل شهر رمضان بشويه، كنت منبهره جدا، كنت نفسي اخس جدا جدا، كان وزني زياده، كنت عايزه اتعلق باي اشياء وخلاص. المهم ان انا يعني جربت كتير وعملت كتير زيه زي اي حد ممكن يكون بيسمعني النهارده. النفس ما بتحبش ان انت ايه مره واحده تدخليها في حاجه، مره واحده تخرجيها من حاجه، بتبقى تدريجيا. المهم عملت ايه، ابتديت ان انا اتدرج في الموضوع، وفعلا مشيت على الكيتوجينيك دايت فتره طويله جدا، حوالي ممكن نقول شهرين. بس اللي خلاني اوقفه او اغير النظام هي اللي انا هقول لكم عليه ده بقى. واللي انا هقول لكم عليه ده يمكن تكون رساله جايه لكم من ربنا في وقت زي ده، عشان فيما يخص النظام ده بالذات. علشان بجد النظام هو مش وحش على قد ما هو ان احنا لو ما خدناش بالنا من الحاجات دي والله هنتدمر. هقول لكم ازاي. طبعا قبل ما انا اوقفه طبعا كان في مميزات ليه. زي ايه يا دكتور؟ اول حاجه ان هو ممكن يكون سد شهيتي فتره مؤقته، وركزوا قوي على كلمه فتره مؤقته دي. الجوع كان عندي بسيط لان هو طبعا ما بيدخلوش سكر خالص. طبعا انا منعت السكر، ساعدني في ان انا منعت السكر، حلو جدا في الحته دي. ولكن تعالوا بقى اقول لكم العيوب بتاعته. احنا ربنا، ركزوا بقى معايا في العيوب، هقولها لكم من وجهه نظر نفس. ليه نفس؟ لان ربنا قال لي في القرآن ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ايه؟ ما بانفسهم. اصلا هو الاصل جوه مش بره خالص. ولكن ما في حاجه في الكون اسمها ان انا امشي على حاجه دايركت. احنا اصلا ربنا خلقنا في الدنيا بنمشي بنعمل حاجات حسنات وبنعمل حاجات جميله وحاجات ايجابيه، بس طبيعي وسنه الكون ان لازم اقع. نظام التخسيس او ان انت تتعاملي مع اي مشكله في حياتك هو نفسي بحت، بجد نفسي. بدليل ان انت تبقي قاعده ولا بيكي ولا عليكي، فجاه تلاقي نفسك اتجهتي للثلاجه كلتي حاجه ورجعتي. ربنا قال لنا في القران كلوا من طيبات ما رزقناكم. حاضر يا رب، وبعدين ولا تطغوا فيه. يقوم جاي لك شويه بشر يقولوا لك ايه؟ خدي 75% من اكلك دهون، واحنا ماشيين وراهم. حاضر. ايه ده؟ هتبص تلاقي المراره، حاجات كتير في الجسم بتبوظ بسبب حته ان انا بضغي في اي حاجه، خلايا جسمك مش عارفه بيحصل فيها ايه، حاجات كتير جدا. وده قانون ربنا قال. فالطبيعي ان انا يعني ما ينفعش حد يجي يقول لك انت لما تاكلي دهون مش ويقول لك كمان مش بس كده، بيدونا معتقدات. وركزوا الله يكرمكم عشان دي اهم واخطر حته في موضوع الكيتوجينيك دايت.